السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان قرب يخلص، ودي حلقة سلبيات بس بصراحة جاي اتكلم فيها عن مسلسلات الوحشة اللي انا مكملها ومش عارف انا مكملها ليه. المسلسلات ديت عبارة عن افلام هندية احنا عمالين نتفرج عليها كل يوم، مش قادر امسك لها خط واحد اتفرج، يعني مفيش قصة، مفيش حاجة، الدنيا ملخبطة كده وفي كل حتة، ومش قادر تفهم انت عايز ايه، يعني انت عايز توصل لايه، ولا القصة اللي انت بتحكيها ديت انت بتحكيها ليه اصلا. واول مسلسل معانا هو نون النسوة. المسلسل ده انا مش فاهمه يا جماعة. المسلسل ده حصل فيه واحدة من اعبث واغرب واعبط الحوارات اللي سمعتها في حياتي، وانا جاي اطلق تصريحات دلوقتي. ده اسوأ حاجة حصلت في تاريخ الدراما الرمضانية. يعني تخيل معايا كده موقف شاروخان الغلابة بباروكته العجيبة دي، هو بيحب واحدة بباروكة عجيبة برضه، وهو راح يتقدم لها. شاروخان الغلابة راح يتقدم للست ام باروكة غريبة ديت ولونها اصفر. بعد كده هي رفضته، راحت اتجوزت واحد تاني غني، تمام. بعد كده سابت الغني ده فراح يتقدم لها تاني فرفضته. بعد كده راحت جايه متجوزه عرفي. بعد الجواز العرفي ديت اتصور لها فيديو وانتشر واتفضحت. راح جاي عامل ايه؟ راح متقدم لها فرفضته. الراجل لما زهق راح جاي خاطب، قامت رايحه له بقى قالت له ايه؟ انا اتجوزت عشانك وما كنتش اعرف ان انت هتتجوز وانت كده ما بتحبنيش. فلو حد فهم حاجه يا جماعه يا ريت يقول لي، يعني انا مش قادر افهم الحوار بتاع الحلقه السابعه ده. تقريبا كان نهايه الحلقه السابعه او حاجه كده. ايه ده؟ يعني ايه انا اتجوزت عشانك؟ يعني انا عملت دوت عشانك؟ يعني ايه؟ الراجل فاني حياته في باروكته وفي شعره وفي دقنه عشان خاطر مستنيكي. ولما فكر يخطب يا ريته خطب حتى، يعني يا ريته حتى خطب، ده كان مغصوب عليها وطلعان عينه وبتاع. تقوم قايله كده اتجوزت عشانك؟ بجد والله يا جدعان، ايه اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ وبعدين ايه بقى المسلسل دوت؟ انا دلوقتي كلمتك في حته صغيره عبثيه جدا وما تطلعش يعني من اسوأ فيلم معمول في الهند، اقسم بالله. يعني افلام اللي هي الدرجه الخامسه بتاعت الهند ما تطلعش العبث اللي انا قلته دلوقتي ده. ايه بقى القصه بقى؟ يعني احنا دلوقتي كان عندنا خطين رئيسيين ماشيين عليهم وانا مش عارف ليه. يعني كان عندنا الست الحراميه اللي هي مي كساب، طلع في اول المسلسل خالص واحده حراميه وشغاله في الافلام ومش عارف ايه وكده مع واحده ممثله. حلو قوي الكلام، مفيش مشكله، مشي لي بقى احكي لي قصتها. لا، فجاه رحنا عند قصه واحد غني وراجل اعمال بيحب جدا التخاريف ومش عارف ايه وبتاع، فمراته وعياله اتقتلوا فتحول لباتمان فجأة بقى باتمان وسوبرمان في نفسه، ومش عارف محدش عارف يموته، وهو عمال يموت الناس كلها وواقف قدام الكون كله. طب مين ده؟ واحنا ماشيين معاه ليه؟ وفجأة برضه بطريقة هندية جدا وهو رايح ناس تغتاله، يبقى واقف مين في نفس اللحظة دي؟ اخت البت شريفة، اخت الست هبة مجدي، كانت واقفة موجودة في قلب الطريق وراحت انقذته. عشان هي ايه؟ هبة مجدي اجمل واحدة في المسلسل، اقسم بالله يا جماعة انا لو مكمل عشانها. طبعا جوزها انسان غريب جدا برضه، بياخد قرارات عجيبة جدا. فجأة ما كانش طايق شريفة ولا مش عارف ايه، يلا انا هلبس مراتي قضية عشان خاطر اتجوزك انت. ايه العبث دوت؟ وايه ايه القرارات الغريبة ديت؟ ومفيش ب2 جنيه منطق في اي حاجة اصلا، وبالصدفة هي اللي بتلاقيه في الشارع وتروح تنقذه. اشمعنى؟ يعني ما كان اي واحدة تانية ممكن تلاقيه، اشمعنى دي؟ اشمعنى الاحداث لازم تتضفر بالطريقه دي؟ انتوا عمالين تعملوا كل حاجه في الدنيا عشان خاطر تعملوا لنا مسلسل ملوش لازمه. يعني مسلسل مش عارف احنا رايحين بيه على فين، يعني ايه النقطه اللي احنا عايزين نوصل لها؟ وديت بالظبط نفس مشكله مسلسل فخر الدلتا. احنا بقى نتكلم عليه، ده تاني مسلسل سيء. انت عايز توصلنا لايه؟ يعني فخر الدلتا دوت انا حاسس ان هو قاعد هيكمل لحد عادي 800 حلقه محدش يعرف يكلمه. على فكره اكتر مسلسل ممكن تمط في الدنيا. احنا هنشوف بقى فخر وهو بيكبر وبيموت وقاعد كده على المستشفى، تمام، ووراه وجنبيه عياله كلها مثلا مخلف 15 واحد وعمال يقول لهم انت يا ابني انت ما تعرفش انا عملت ايه. ودي تبقى نهايه المسلسل بقى، ويحكي لنا بقى القصه بتاعته من اول لما كان في الدلتا لحد ما اشتغل في شلبي مأمون. ايه يا جماعه ده مسلسل مط جدا، ده مط جدا، ده المفروض كان يخلص في 10 حلقات واقل، اقسم بالله. يعني فخر الدلتا ده بالنسبه لي كان عنده قصه عايز يحكيها وفرطت منه. انت عندك كام تربايه كده وكام حاجه تعرف تلعب عليهم، عندك سطوح انت عرفتني ان هو بيجي له ناس غريبه كتير، لعبت عليها مره او اتنين طول
ال 20 حلقه او ال 22 حلقه اللي احنا اتفرجنا عليها. عندك مكان بتعمل فيه اعلانات وبتطلع فيه افكار، ممكن تطلع فيه افكار كتير وممكن تديني كوميديا كتير منها. هل ده حصل؟ برضو ما حصلش، واستغلوها باقل الامكانيات. ومش عارف مين رضا عبعال اللي انتوا جايبهولي دوت عشان خاطر تعمل اعلان، ويا ريتك عملت اعلان. ايه الصوره اللي انت مصورها دي بالخلفيه الكروما الغريبه اللي ما تقصتش حتى ومش متساويه والكادر مش مظبوط، ومطلعوا لي الاساس اللي هو دوت اخر جمله في الاعلان، وانا المفروض اتبسط وانت كده بقيت بتاع اعلانات جامد. بتعمل لنا اي حاجه، ورينا اي حاجه ان انت بتاع اعلانات، ادينا فكره من افكار الاعلانات يعني. اقعد ورينا كده البرين ستورمنج عامل ازاي، مش كله هزار في هزار، ويا ريته هزار بيضحك والدنيا مش ماشيه. عندك حاجه مش عارف تستغلها، عندك فكره ان انت بتاع اعلانات وشغال في شركه اعلانات ومش عارف تستغلها باي حاجه، ولا عارف تدينا فكره اعلان بتضحك، ولا عارف تدينا مواقف بتضحك، ولا عارف تجيب لنا مثلا ناس طالبه منكم اعلانات فتعمل منها مواقف مثلا، ولا عارف تعمل اي حاجه من الحاجات دي. انت مدينا كده دنيا غريبه، بيدينا دنيا كده اللي هو ايه المواقف اللي المفروض بتضحك، انت تروح جاي ماشيها بمونتاج وهو عمال بيتكلم والناس مبسوطه وبتسقف له، وبقى افشخ واحد في الكون. الواد بس اللي خان البت ديت هو ده الوحيد اللي كان الشرير في القصه، مفيش حد وقف قدامه، وحتى هو خد منه فكره واحده بس وطلع بعدها ب 500 فكره جديده، والموضوع انتهى على كده يعني. فحتى صراع مفيش صراع. فانا مش عارف المسلسل عايز يوصل على فين يعني. حب وهيتجوز ويفضل عايش ويخلف ويكبر ويمسك الشركه ويبقى عنده شركته ويجيب فيلل ويجيب قصور وعياله كمان يتجوزوا ويبقوا واقفين جنبهم احفاده، وبعد كده يموت. دي نهايته الطبيعيه. المسلسل التاني الوحش اللي رجعت كملته وعملت فيه حاجه غريبه جدا يعني، اللي هو ايه، انا كنت سبته في الحلقه السادسه وخلاص ما كنتش هتفرج عليه، فجاه رجعت للتاسعه وقلت اشوف وما حسيتش بحاجه غريبه، وهو بابا وماما جيران. انا كنت بطلت، قلت مش هتفرج عليه تاني خلاص عشان كان ممل جدا. فلقيت كام حد اتكلم والله يا جماعه ده مسلسل لذيذ وبتاع، قلت اخ شوف اخر حلقه بتقول ايه. شفت اخر حلقه وحسيت عادي خالص، كدنا واقفين بعد يعني كاني بتفرج على الحلقه السابعه مثلا. الحلقه التاسعه ولا حسيت بغربه ولا حسيت ان في شخصيات مثلا جديده دخلت عليا انا اتخضيت منها قلت ايه ده مين دوت انا لازم ارجع اشوف، ولا اي حاجه خالص. كل حاجه مشروحه، كل حاجه واقفه زي ما هي، كانك ما حطيتش فيها قلم. بابا وماما جيران من المسلسلات العجيبه جدا اللي انا شفتها السنه دي. هو الواد الصغير بصراحه حلو جدا وزي العسل، فهم ما ادلوش فرصته خالص اللي هو يمثل ولا يطلع اي حاجه، ولا حاجمينه جدا. هو احلى واحد في المسلسل على فكره بين كل الناس اللي بتمثل يعني. لسه عند رايي مش هكمل المسلسل بصراحه. المسلسل التاني اللي رجعت برضه واديته فرصه وشفت حلقاته كلها لغايه الحلقه الثامنه، وكنت وقفت عند الحلقه الثانيه فكريت الباقي كله ورا بعضه. هو فرصه اخيره، قلت تعالى اديله فرصه اخيره. لقيت ناس بتتكلم عنه كويس، ولقيت استاذ محمود مهدي بيتكلم عنه كويس، قلت والله يمكن انا الحمار يعني عادي. ومش شرط كل الاراء تبقى زي بعض يعني، مش شرط عشان هو قال هو كويس وانا قلت اللي هو وحش يطلع هو كويس في الاخر مثلا، او همشي ورا راي حد او كده. عادي يعني، انا الحاجات ديت ما بتهمنيش قوي. فانا شفت الحلقات كلها وطلع ممل برضه يا جماعه، عادي يعني. مسلسل ممل عادي خالص بصراحه زي ما هو يعني. هو مسلسل 15 حلقه مش قادر يديلي القصه بتاعته 15 حلقه. انا قلت في اول حلقه خالص اتكلمت فيها عن المسلسل دوت، الحلقه اللي كانت الاوليه اول حلقتين، انا هحط لكم الحلقه فوق دي، اول مره استعمل الموضوع دوت اصلا. انا قلت في الحلقه دي ايه، هو راجل محمود حميده دوت راجل تمام التمام، راجل بيمشي على خط واحد كده، ما عندوش ألاعيب، ما حدش عارف مثلا يرشيه او حاجه، فهيعمل اعاده فتح للقضيه ديت وهيحلها وهيقول المشكله فين. دوت حصل بالظبط زي ما انا قلت. وقلت طبعا عشان يضغطوا عليه هيحاولوا يقتلوه مثلا او يقتلوه او حاجه زي كده. هم ما عملوش كده، هم خطفوا حفيدته بس. هو ده الفرق الوحيد. هل فرق حاجه عن اللي انا قلته؟ لا، ما فرقش حاجه عن اللي انا قلته. بس الغريب بقى ان موضوع الخطف دوت طول زياده عن اللزوم، طول لدرجه ان الراجل خلاص اتنازل عن القضيه. ولا يا جماعه انا مش هبقى قاضي في القضيه دي، استقال يعني. هو الراجل استقال من منصبه وعايزين يرجعوا البت بقى، بس مش عارفين، ده البوليس محوط الدنيا مش عارفين نرجع البت. وانت مستني ايه لما تكون خاطف واحده وغبت عنها حوالي مثلا اسبوع ولا حاجه؟ ما اكيد هيبلغوا يعني. ما فيش منطق ب 2 جنيه يقول ان انت لما تخطف واحده سهل كده ان انت ترجعها. يا جماعه يلا بينا نرجعها. مش عارف بعد كده راحوا قتلوا الواد ليه اصلا، قتلوه وليه خدوا خطوه زي دي بدل ما ياخدوه بالراحه كده وبالحب، يلا بينا ونروح نرجع البت، ما احنا عايزين نرجع البت. لا ازاي بقى، ده لازم يقتلوها والبت اللي هي المخبوطه في وشها دي تاخد البت الصغيره وتجري عشان خاطر بقى ايه، نقعد ندور عليها حلقتين كمان ترجع مثلا على الحلقه ال 12 فنبدا احنا نفتح التحقيق من اول وجديد من الحلقه ال 13 مثلا، نقفلها في ال 15 اللي قتل ياخد جزاء. استفدت انا حاجه؟ لا ما استفدتش حاجه.
ممل جدا. وانا بتفرج يا جماعه انا قاعد اللي هو بجري، لا جري ومش بحس بغربه. يعني مثلا لما بجري كده عادي خالص الدنيا ماشيه برضو. يعني ده مسلسل غريب، انا مش عارف المسلسل دوت حلو ليه ومش قادر امسك له حاجه. هو التمثيل بس محمود حميده كويس تمام بس خلاص. يعني احنا يعني انا مش هقعد اتفرج على مسلسل 15 حلقه عشان خاطر محمود حميده بصراحه يا جماعه. جريت كتير جدا، فهمت القصه ومش عجباني وممل. انا جاي النهارده بس بتكلم عن الحاجات اللي مش حلوه بصراحه. مفيش ولا مسلسل من اللي انا اتكلمت عليهم دول مش ممل اصلا بقى. حتى نون النسوة ممل، فقرة دلتا ممل جدا ومش بيضحك خالص مع الاسف. هو لايت بس ما بيضحكش. فرصه اخيره انا مش اديته فرصه، انا اديته فرصتين وبرده مش حلو وممل جدا وقصته عاديه خالص اعتياديه يعني. واب ولكن من ضمنهم، بس انا اتكلمت عليه الحلقه اللي فاتت فمش هتكلم عليه تاني. يعني نشوف بقى ايه لما يخلص بقى، لما يخلص بقى عشان عندي مشاكل كتير جدا مع اب ولكن بصراحه. بس ده كل اللي عندي. يعني قلت اقطع كده حلقه ايه افش غلي. واعملوا سبسكرايب يا جماعه، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وسلام.